السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم غادي نديروا لي كيش بجوج انواع ديال العجين. غنديروا كيش اللي بالزبده، وغنديروا ايضا كيش ديال الزيت، غير بالزيت يعني بدون زبده. غادي نشوفوا الفرق بين العجين ديال الزبده والعجين ديال الزيت، كيفاش كنخدموهم بجوج كيجيو رائعين. هادو من التحضيرات اللي كنديروهم في رمضان، كيسهلوا علينا ايضا الوقوف في المطبخ، فكنوجدوهم هكا يعني في وقت ما بغيناهم كنلقاوهم موجودين. اذا تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه. بالنسبه اللي مازال ما مشتركينش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال جميع فيديوهات القناه. اذا خليكم مع الوصفه وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا غنبداو هنايا بالعجين ديال الزبده. عندي 500 غرام ديال الطحين الابيض و250 غرام ديال الزبده. انا درت هنا الزبده الحيوانيه. درت واحد البيضه وحده، وايضا غادي ندير واحد القبصه ديال الملح. غندير شويه د الماء، درت الماء بارد يعني من الثلاجه. هاد الزبده الحيوانيه شويه يعني الا بغيتو ديروا المارغرين من الاحسن. المارغرين راه كتحافظ على الشكل ديالها يعني ما كتهبطش. بالنسبه للزبده الحيوانيه فضروري كنتبعوا المراحل. هي كتجي لذيذه ولكن ضروري كنتقيدوا بالمراحل. هنا كنديروا الضعف ديال الكميه ديال الزبده كنديروه ديال الطحين، يعني 250 غرام ديال الزبده و500 غرام ديال الطحين. غادي نخدموا هنايا غير بالاصابع. غادي نخدموا هذيك الزبده مع الطحين. غادي نخدموا لاباط بغيزي، يعني ما كنرملوهاش وانما غير كنقطعوا هذيك الزبده، يعني كنحاولوا ندخلوها في الطحين وكتبقى يعني دوك القطع ديال الزبده باينين. هذه كتسمى لاباط بغيزي. يعني بلا ما كنرملوها. صافي كنبقى نخدم هنا غير بالاطراف ديال الاصابع، والزبده راها بارده بطبيعه الحال. يعني هاد لاباط ديال الزبده كتبغي شويه يعني شويه المراحل في الوقت. يعني كنخدموا الزبده بارده، الماء ايضا كنديروه بارد، والعجينه حتى هي كنديروها في الثلاجه هكا باش كتبقى محافظين على الشكل ديالها ما كتهبطش لينا. صافي كنخدموها بهذه الطريقه. يعني كيف كتشوفوا راه كنخدم غير بالاصابع. كندخلوا شويه هذيك الزبده في الطحين، وكيف خبرت سابقا راه كتبقى يعني دوك القطع ديال الزبده كيبقاو باينين. صافي كنبقاو هكا حتى كتبان لينا هذيك الزبده تفرتات كامله. عاد من بعد غادي نضيف باقي المكونات. لاحظوا هنايا القطع ديال الزبده، يعني كاين قطع صغار كيبانوا ديال الزبده. غادي نضيف هذيك البيضه وغادي نبدا نجمع في العجين. ودائما راني كنجمع، يعني لاباط بغيزي راه ما كتبغيش تدلك هكا باش يعني هاد الطريقه كتخلي هذوك لي كيش يبقاو طالعين، يعني كيجيونا طالعين على قد ليمون اللي درنا فيهم وما كيهبطوش. يعني ما كنعجنوش، راه كنجمعو غير بالاصابع. صافي من بعد ملي درت هذيك البيضه ويعني دخلتها في الطحين، صافي كنبدا نجمع هكا وغنبدا نضيف واحد القطرات ديال الماء. يعني الماء كنبدا نضيف بشويه بشويه. انا درت الماء بارد يعني من الثلاجه بارد بزاف. كنبقى نضيف بشويه بشويه الماء، ما كتهش لينا الماء كتير، يعني راه على حساب الطحين. صافي كتبان ليا تجمعت، غير كنجمعها هكا يعني ما كنعجنهاش، غير كنبقى نجمعها هكا. وغادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه. انا خليتها حتى عجنت لاباط الاخرى ديال الزيت، عاده فاش خدمتها اللي خرجت هذه ديال الثلاجه خدمتها. غندخلو تاني نخدمو هذيك لاباط ديال الزيت. عندي حتى هي 500 غرام ديال الطحين. درت واحد الملعقه ديال السكر حبيبات، وغادي ندير واحد القبصه ديال الملح. كيبقى الملح راه على حساب الذوق. وغادي نضيف ايضا الخميره درت غير واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره، يعني ما كثرتش، غير شويه الخميره. صافي وضفت الزعتر، نسمتها هذه بالزعتر. صافي الزعتر هنا شويه راه حكيته غير باليدين. ودرت هنايا واحد الكاس الا ربع ديال الزيت انا راه خلطت ما بين الزيت النباتي وما بين الزيت البلديه. صراحه كيجي لوغو ديالها زوين بزاف. هذاك المزيج ديال زيت الزيتون مع الزعتر كتجي لذيذه بزاف. صافي نفس الطريقه راه غادي نجمع غير بالاصابع. اذا هذه العجينه ديال الزيت ما كنجمعش باليدين، وحتى هي كنضيف فيها بيضه. يعني درت الزيت غادي نضيف بيضه وايضا الماء.
يعني كاين شويه ديال الاختلاف في المقادير، والطريقه ايضا حتى هي كيكون فيها الاختلاف. دخلت هذيك البيضه صافي غادي هكا نحركها شويه هكا بالاصابع، وكندور هكا غير بالاصابع ديالي حتى كتجمع ليا العجين. كنبقى نضيف شويه د الماء، يعني الماء راه ماشي بزاف، يعني هذاك الكاس راه كاع ما كنكملوه كامل، يعني غير شويه د الماء بما هكا تجمعت. واخا كتبان لكم راه مرمله ماشي مشكل، راه كنجمعها وما كنعجنهاش نهائيا. يعني نفس الطريقه اللي درنا العجينه ديال الزبده درناها لهاد العجينه ديال الزيت. صافي هنا كنجمع، يعني راه كنجمع كيبان لكم فيديو مزرب، راه غير كنجمع، يعني راه ما كنعجنش، راه غير هكا نجمع العجين هكا وكندير شي فوق شي هكا. غنبدا بهذه ديال الزيت. بالنسبه لهاد العجينه ديال الزيت اللي سهل فيها انني ما كندخلهاش الثلاجه، كنخدمها مباشره هكا، كنطويها بحال هكا بهذه الطريقه باش كتعطيني واحد الشكل ديال المستطيل وما كتبقاش هكا مفرته. صافي وكنخدمها هكا بهذه الطريقه. كنحاول انني نبقى نخدمها هكا بالمدلك حتى كناخذ حتى كتولي رقيقه. ضروري كنرقوا هكا العجينه. ومن الاحسن ملي كنكون نخدم بالمدلك كنقلب العجينه. هاد الطريقه ديال انني كنقلبها للوجه الاخر هي كتخلي حتى هي يعني سر من اسرار ان هذوك لي كيش راه ما كيهبطوش لينا من ليمول ديالهم. يعني كنبقى ندلك وانا وكنقلب، كنبقى نخدمها بالمدلك ومره مره كنقلبها للوجه الاخر وكنكمل الخدمه. لاحظوا شوفوا راه كنديرها رقيقه، شوفوا قداش يعني هذا هو السمك ديالها. وغادي نبدا انا كنخدم بهذه الطريقه كتجيني اسهل. يعني كندير هذوك لي مول تحت من العجين بهذه الطريقه وكناخذ المدلك صافي وكندوزو هكا من الفوق وكتقطع العجينه. هذه كتجيني طريقه سهله. ممكن تاخذوا واحد الساق اللي كبر من الليمون وطبعوا وتديروا حتى هذه طريقه. انا كنخدم بهذه الطريقه هي اللي كتجيني سهله. كنبقى نضغط بالاصابع ديالي، ضروري كنبقى نضغط على السطح وايضا على الجوانب، كنضغط مزيان باش كياخذوا هذيك لا فورم ديال هذوك ليمول. صافي بهذه الطريقه. وهذيك العجينه اللي بقات كنطويها وكندلكها، يعني ما كنعجنهاش، غير كنطويها هكا بهذه الطريقه وكنعاود نخدم بها. صافي كناخذ واحد الفورشيت وكنثقبهم هكا كاملين. صافي كندخلهم للفران، كنشعل عليهم من الفوق ومن التحت، ما كنخليهمش يطيبوا مزيان لان باقي غيكملوا الطياب ديالهم. صافي غير كيطيبوا شويه وكان يعني باقي اللون ديالهم كيبقى ابيض وكنخرجوهم. هذوك الحلوين راه كنطيبوهم مزيان، هاد المالحين راه ما كنطيبوهمش مزيان. لاحظوا الشكل ديالهم راه قد يعني خليتهم في ليمول حتى تشوفوهم، يعني قد ليمول ما كيهبطوش نهائيا. هادو ديال الزيت كيجيو اسهل من هادوك ديال الزبده، هذا هو الفرق بيناتهم. لاحظوا هادو كيفاش كيجي الشكل ديالهم. بالنسبه لهادوك ديال الزبده انا خليتهم حتى بردات العجينه، يعني خليتها تقريبا واحد ساعتين في الثلاجه. هذيك ديال الزيت راه شفتوني خدمتها مباشره، يعني غير كملتها وخدمتها. ديال الزبده انا خليتها حتى كملت هادو ديال اللي خدمتهم بالعجينه ديال الزيت، عاد خرجتها يعني حتى بردات مزيان، عاد خرجتها وغادي نورقها هكا بهذه الطريقه. صافي لاحظوا يعني كنورقها حتى كتولي بهذا القوام، يعني هذه هي كتجي رقيقه شويه. وكندير ليمول يعني تحت من العجينه بهذه الطريقه. انا هذه الطريقه كتجيني ساهله. صافي كندوز هكا بالمدلك وكتقطع العجينه من الفوق. كنورك هكا بالاصابع ديالي، كنضغط عليها بالاصابع من الوسط وايضا من الجوانب، وغادي نثقبها هكا بالفورشيت. كنثقبها هكا كامله بالفورشيت، ما كندير لها انا لا حمص لا حتى شي حاجه، يعني غير كندخلها. بالنسبه لهذه ديال الزبده راه دخلت عاود الثلاجه حتى بردات مزيان، خليتها عاد دخلتها للفرن. ديال الزيت لا، ديال الزيت مباشره طيبتها مباشره، دلكتها من عجنتها وعاود دخلتها الفرن. هذه ديال الزبده كنخليها صيغتو هذه الزبده الحيوانيه، فضروري كنخليوها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان. اللي كندخلوها للفران كطيب نفس الطريقه 170 درجه، وكنشعلوا لها من الفوق ومن التحت حتى كطيب. ما كطيبش مزيان وكنخرجوهم. وكيجي هذا هو الشكل ديالهم. هذا هو الفرق بين يعني العجينه ديال الزبده وديال الزيت. وكيجيو صراحه كل وحده واللوغو ديالها بجوج، كيجيو لذاذ، كيجيو رطبين ورائعين في المذاق. كيكون فرق غير في العمل. وكنتمنى ان الفيديو يكون استفدتوا منه وعجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك. طبيعه الحال الا عجبكم المحتوى ديال القناه
وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال جميع فيديوهات القناة. اذا كنشكركم على حسن المتابعة، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.